السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 189 من المؤسس عثمان. حلقة جميلة 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 جدا. الحاجات اللي احنا منتظرها بس من اكتر من 10 حلقات 15 حلقة. لقد هرمنا فعلا زي ما بيقولوا. حليمة رجعت لأهلها، ويا ريتها ما رجعت. رجع طبعا بالعقد اللي فيها والحاجات الكتير اللي فيها، والدخلة بتسبب مشاكل بينها وبين فاطمة، وعملت حاجات كتيرة هنتكلم عليها دلوقتي. بس نبدأ الحلقة ونقول فيها ان السادة اتأثروا، وعثمان راح يجيبهم، هتيجي تظهر دي في اخر الحلقة وهيحررهم وكل حاجة. صوفيا عملت تحالف مع عثمان، رجعت له بنته وعملت تحالف معاه، وفي اخر حلقة ما نعرفش ماتت ولا لا، بس هي في الغالب هتموت. خلاص بقى كده كفايه عليها. ماشي. نقول لكم ايه تاني؟ طبعا احنا متفقين ان ده اسوأ مسلسل، اسوأ جزء من اجزاء الست لعثمان. ومعرفش دماغ المخرج كانت فين، او المؤلف كان فين. هو المخرج والمؤلف كان فين وهو بيعمل الحلقات دي؟ يعني كانت فين وهو بيعمل الاجزاء دي؟ طب ما انت ما درستش التاريخ. طب حتى انت بتعمل واحد المؤسس الدولة العثمانية، بتعمل واحد من بلدك. طب يلا يعني خليه شوية عنده عزة وما بيتبهدلش هو وعياله بالطريقة دي. يا جماعة الخير، العثمان ولا عمره ولا هو ولا أولاده اتبهدلوا البهدلة دي. عثمان عدد الحروب اللي اتغلب فيها تتعدى على الصوابع، وعدد الحروب اللي انتصر فيها ملهاش نهاية. يعني مش عارفين المخرج مصر ليه يبهدل عثمان وولاده. انت حرفت في التاريخ ودخلت لنا شخصيات وعملت لنا حاجات لا انزل الله بها من سلطان. كمان بتطلع ساده من ساده تركمان، الناس كتير منهم بتطلعهم خونه. ليه؟ ايه سر احتفاظك ببيجوم؟ ايه سر؟ لا هي موجودة في الحقيقة، ولا هي لها علاقة بالمسلسل دلوقتي، ولا لها أي ريحة اللازمة في المسلسل. يعني بيجوم قابلتها مش موجودة، أخوها مات، خانت اكتر من مرة. انت مدخلها لنا ليه؟ بتحشرها ليه؟ هو بتاع المغول، رسول المغول مش هينفع من غير بيجوم؟ ولا مش هينفع يخطفوا ولاد عثمان من غير بيجوم؟ مش لها ريحة اللازمة ولا لها ولا. أسوأ حاجة في المسلسل انت عملتها. يعني بيجوم ليه محتفظ بيها؟ وكمان كل ما تيجي موتة تاخدها يروح منقذها. يعني كل ما تجيلها موتة يروح عاملها انقاذ، وحدة انقاذ. ليه يا عم؟ ايه يا عم انت بالينا بيجوم ليه؟ وبيجوم كل شويه ولاد عثمان، تاخد ولاد عثمان، تجري ورا ولاد عثمان، عايزه تموت مرات عثمان. كل حياتها كلها كره لعيله عثمان. طب احنا ما احنا عايزين حاجه الدراما تشدنا. احنا الدراما بتشدنا في المسلسل، الدراما دي بتشدنا في المسلسل. من الحاجات اللي من كتر الحاجات اللي احنا منتظرينها تحصل، الحاجه اللي بتحصل بتبقى يوم عيد في المسلسل. صح ولا لا يا جماعه؟ طيب يا جماعة الخير، عشان نكون واقعيين، المسلسل فاضل فيه بالظبط هيخلص في شهر 6. يعني فاضل فيه حوالي شهرين أو أقل، حوالي 7 حلقات 8 حلقات في الحدود دي. انت يا عم المخرج الله يخليك، اعدل الكفة مايلة لعثمان. كمان شفنا احنا بنتكلم دلوقتي على التحليل بقى سريع. ما تنسوش يا جماعة الخير تدعمونا بلايك وكومنت واي حاجة، يعني اشتراك في القناة عشان نستمر معاكم. انا كنت بعمل 3 حلقات الاول، دلوقتي بعمل حلقتين بس، لان شايف مفيش تفاعل خالص. مع ان انا مش عارف اقول لكم ايه. بس اللي عايز اي حاجة في التاريخ يقول لي عليها، اللي عايز الحلقات يتفرج عليها كاملة على دراما المهاجر في كواي. الدراما المهاجر من غير اي حاجة، تكتب دراما المهاجر هيطلع لك برضو الحاجات بتاعتها. احنا عايزين نتفق على حاجة بس، وعايزين نشوف حاجة واحدة بس. انت دلوقتي يا عم المخرج، يعني أورهان علاء الدين اختلاف، كان هم ليهم اختلاف في الحقيقة، بس اختلاف صغير ما وصلش الحاجة دي ان علاء الدين يمشي ويسيب المكان بتاعه. وبصرف النظر بقى عن الحاجات التاريخية، انت بتجيب الحلقة وتضها في قلب المسلسل. يعني علاء الدين ما يطلعش عشان المفروض علشان قائد المغول عايزهم، لا يطلعوا. حليمة ما تطلعش هي واختها، المفروض ما يطلعوش علشان قائد المغول عايز حليمة. لا يطلعوا يتمشوا ويجيبوا شوربة ويجيبوا حاجات من دي. انا مش عارف، يعني مش عارف المخرج ماله بيعمل فينا كده ليه؟ يهرب علاء الدين ويرجع يمسكوا قائد المغول تاني. انت مش لاقي حاجة تعملها في المسلسل.
يعني المسلسل مش لاقي حاجه فيه هتعملها ان غير ان تطلع واحد يهرب وهوب يتمسك ويرجع تاني، تطلع واحد يجري ويرجع من الهروب وهوب يتمسك ويرجع تاني. انا مش عارف ايه بالظبط، انت ايه ظروفك معانا؟ يعني طلع هربت علاء ليه؟ يعني هربت علاء الدين ليه؟ هربته ليه طالما هو مش هيهرب؟ يعني هيتمسك تاني. المفروض ما تضيعش لنا في الحلقه ساعتين. بصراحه ويعني بمنتهى الصراحه، اكتر من نص الحلقه 120 دقيقه او 130 دقيقه بالظبط ضاعوا في كلام فاضي. منهم حوالي نص ساعة في الأول عن حليمة والتدوير عن حليمة ولقوا حليمة وحليمة جنب النهر، وما جبتلناش الحتة اللي ساعة ما سقطت حليمة وهي بتسقط في النهر. يعني المفروض كنت تجيبها إنها ساقطة في نهر، مش آخر المسلسل اللي فات وهي بتنط من على الحافة، المرة دي في نهر. طيب النهر اللي جايبه لنا مش جايب لنا نهر غويط شوية، لا ده جايب لنا نهر ما يجيش تحدد الركبة. يعني البنت اللي وقعت فيه هتموت من الصخور اللي فيه أصلا. المخرج مش طبيعي، المخرج بيعمل حلقات مش طبيعية. المخرج عشان عنده مسلسل تاني مهتم بيه اكتر من المسلسل ده، هو مش مدي المسلسل ده اهتمام خالص بأي معنى من المعاني. المخرج على حسب ما سمعنا او على حسب التسريبات ان المخرج الجزء السابع من عثمان اللي هو اللي هيكون فيه اخر عثمان وافتتاح بورصة وبداية لعهد أورهان، هو يهتم بيه لانه مش ما عندوش يعني مسلسل تاني يهتم بيه. جماعة الخير هنجيب لكم تحليل الإعلان بالتفصيل في يوم السبت إن شاء الله. بس الإعلان جاي سريع كده، إن في واحد من قادة التركمان طلع خاين بيخون عثمان وبيحاول يفرق بين القادة وبيحاول يفرق بينهم. وشفنا كلاوديوس رجع على بورصة، كان عايز ياخد مكان صوفيا بعد ما ماتت. واقفين كلهم قصاده واتخانقوا مع بعض وضربوا بعض. والمهم شفنا كمان حتة لعثمان وهو بيضربه بالسيف في دراعه. هنحلل لكم الاعلان بالكامل يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. وما تنسوش يا جماعة الخير تدعمونا بلايك وكومنت واكسبلور. وعايز الحلقات كاملة على دراما المهاجر، ولو عايزين يحطوا لكم الرابط اكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.